السلام عليكم متابعي الاعزاء، مرحبا بكم معايا في القناه ومرحبا بالناس الجدد اللي انضموا للقناه. ايضا كنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غنحضروا مع بعض الرايب او يوغورت بحال ديال المحلبات او احسن، بلا طنجره الضغط، بلا آلة، سهل جدا جدا، بلا ماء سخون وبلا ديك الباستيه اللي كيعملوا باش تخليه يعقد. فبالنسبه لي انا هذا هو المعتمد اللي عندي. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير كنحتاجو لتر من الحليب اللي يكون كامل الدسم، كنحتاجو 2 ملاعق ونصف من حليب بودره او نيدو، و2 ملاعق من سكر سنيده، يوغورت او دانون اللي بنكهه الفانيلا بوزن 110 غرام. بالنسبه لليوغورت فبطبيعه الحال خاصو يكون عاقد ماشي كريمي، وكنحتاجو 7.5 غرام او 8 غرام من سكر الفانيلا. فقط هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها اعزائي المشاهدين، غادي ناخذ نصف لتر من الحليب، غادي نوضعه في اناء وغادي نغليوه فوق النار حتى يغلي لينا الحليب ديالنا مزيان. ونمروا باش نوجدوا المقادير اللي بقات لينا. اول حاجه غادي ناخذوها يوغورت. كما كتلاحظوا معايا ما خديتش اليوغورت اللي هو كريمي، كنأكد عليها باش الرايب ديالكم يجي رايب مزيان. كنديروا هكا في شي فول او شي اناء. ثم غادي نضيف ليه حليب بودره وسكر سنيده ثم سكر الفانيلا. ثم كناخد نصف الحليب المتبقي اللي عندي، كنخويه فوق هاد المقادير اللي عندي وكنخلط مزيان الكل بالطراب اليدوي. وما كنوقفش حتى كنلاحظ باللي العناصر ديالنا او المقادير ديالنا انسجموا لينا مزيان مع الحليب ديالنا، يعني تخلطوا لينا مزيان. فصافي من بعد ما خلطت الكل مزيان كما كتلاحظوا هنايا وجدت هاد الكؤوس فاش غنخوي الرايب ديالي. هنايا الحليب كما كتلاحظوا حتى هو طاب او غلا. غادي نحيد له هذيك الكشكوشه اللي كتكون من الفوق. كاين اللي كتعجبو وكاين اللي ما كتعجبوش، بالنسبه لي انا غادي نحيدها له. ودابا غادي ناخد شي صفايه وغادي ناخد المكونات او المقادير اللي عندي او الحليب اللي عندي البارد، ثم غادي نخويه فوق الحليب المغلي باش الا كانوا عندي شي مكونات ما تخلطوليش مزيان ما غاديش يجيو لي في اليوغورت ديالي هكاك باينين. وصافي هنايا كنخلط الكل جيدا باش ينسجموا مع بعض. هنايا كنقيس درجة الحرارة ديال هاد الحليب. خاص تكون درجة الحرارة ديالو يعني تقبل دير فيها صبع يديك وما تحرقيش عفوا. وصافي غادي نخوي هاد الحليب او هاد اليوغورت ديالي في الكؤوس.
فكما كتلاحظوا معايا هنايا تحصلت على 7 الكؤوس من الرايب، فغادي نغطيهم بلاستيك غذائي. وهنايا كناخد شي صينيه وكنوضع فيها شي مالطه هكا او شي كشه، كنوضع من فوقها الكؤوس ديال الرايب ديالي وكنغطيها مزيان وكنخليها ليله كامله حتى كيروب لينا الرايب ديالنا. فبالنسبه للمده اللي كنخليها انا تقريبا كنخليها ليله كامله، اما بالنسبه لكم يمكن لكم تخليوها 8 ساعات. فبالنسبه لي انا وضعته او درتو يروب في النهار او بالنهار في الصباح، حتى الليل عاد مشيت عنده وجبدته لقيته راب ليا، يعني تقريبا نهار كامل او ليله كامله. وبطبيعه الحال خاصك تخليه في مكان دافئ بحال المطبخ، ما ديريش في شي مكان فيه الكولوندير او في شي بلاصه بارده. وهنايا كما كتلاحظوا عندي هنايا الليل، مشيت عنده لقيت الرايب ديالي وجد. هنايا بالنسبه لي للتصوير فقط ديك على ديك الشيء درته في الصباح، اما بالنسبه للرايب انا كيعجبني نعمله في الليل وكنخليه ليله كامله. ملي كنفيق في الصباح كنلقاه واجد كما كتلاحظوا، ها هو جمد لينا، باقي مازال ما دخل الثلاجه. صافي هنايا كناخدو كنديرو في الثلاجه كنخليه يبرد مزيان وكنقدموه بالصحه والراحه. وها هو الرايب ديالنا بعد ما برد اعزائي المشاهدين. برد لينا مزيان وغنوريكم كيف كيجي من بعد ما خليته ليله كامله وقيل في الثلاجه، كيجي عاقد ولذيذ وسهل في التحضير. فكما كتلاحظوا واخا كنقلبو ما كيهرقش او ما كينزلش، كيكون رايب مزيان، كيكون عاقد جدا صراحه، كيجي لذيذ. وكما قلت لكم هذا هو الرايب اللي معتمده عليه، هادو هما المقادير اللي كندير دائما في الرايب ديالي. فاكيد غادي تشوفوا كيفاش كيجي عاقد ملي كناكلوه. فدابا ما بقى لي غير نقول لكم كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا في التعاليق لتحت، تقولوا لي كيفاش خرج لكم الرايب ديالكم. وإلا كنتوا الاول مره كتزوروا او كتشاهدوا القناه ديالي فما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم والاشتراك في القناه بالضغط على زر صابوني او سبسكرايب وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديدي. والسلام عليكم.